خلاص ترامب وقع امر تنفيذي بتصنيف جماعه الاخوان كمنظمه اللي انتوا عارفينها ده يا عم احمد. خلاص كده امريكا مش عايزاهم. لا انت مش فاهم، هي امريكا كانت سايباهم لمصالح، دلوقتي لما تتعارض مصالحهم مع امريكا لازم امريكا تعمل كده. كون ان الجماعه هم كمان مستفيدين من الاخوان وترامب يعمل كده، انا معاك ان الموضوع ده هيقيد الاخوان، والاعلاميين بتوعهم كمان مش هيلاقوا مرتبات لان هيتم حظر جميع الانشطه بتاعتهم، مش هيبقوا براحتهم زي الاول. بس القصه هنا ان ترامب بالفعل سياسته بدات تتغير تجاه اسرائيل. ترامب قرر ان هو يدي للسعوديه F-35 وبدا يبص لاقتصاد امريكا الاول قبل اسرائيل. لان بالعقل كده ترامب وامريكا دلوقتي شايفين ان مفيش اي حد في الشرق الاوسط مستعد ان هو يروح يحارب اسرائيل. هو خلاص بالفعل اسرائيل ادت مهمتها، ومهمتها ايه؟ ان هي تفرق العرب عن بعض، واصبح دلوقتي كل دوله بتنافس الدوله الثانيه مش مستعده ان هي تقف معاها. محدش يزعل من الكلام ده، الواقع اللي موجود. فترامب ما عندوش مشكله ان هو يدي اي حاجه لاي دوله مقابل المال عشان ينقذ ما يمكن انقاذه من اقتصاد امريكا. على سبيل المثال مثلا انا واخويا مثلا في البحر واحنا الاثنين بنغرق، لو انا في فرصه ان انا الحق نفسي هلحق نفسي، طب لو لحقت نفسي وفي فرصه الحق اخويا هلحقه، لكن انا بفكر في نفسي الاول. فدلوقتي امريكا ماشيه بالمبدا ده. عشان كده نتن وجماعته متجننين، وان امريكا بتعمل